حسين قالوا طقيت. عايز طقيت 3 جوائز، واحده ورا الاخ. ناس شنو ناس تقول موبايلات يومين تاخذ لك موبايل، ناس تقول يومين لا الاكس هذا الجديد زين. والقران غير هذا الكارت مال الغرفه ماكو. شنو هاي جائزه واوقف والله قاعدين بس يكسبون علينا. خاف يضمك اياها لاخر البطوله. ما اكو شيء تخلي بس كل شيء ماكو، بطي بس كارتون عندكم. رايح تسمع طلع ايام حادثه. طبعا كتبت عليه في يوم من الايام وخابرني وراح صور المحادثه. موجوده المحادثه. اعطينا لك اياها بشكل بس. شو تقول جمهور الزوراء؟ جمهور الزوراء. نبدأ بسيطة ها. اليوم في حدث بسيط للأمانة خذ ضجة إعلامية شوي. هي ما أدري هل الناس تصيد في الماي العكرة أم سوء فهم، وأنا أعتبره سوء فهم بين لاعب ونجم منتخب العراق حسين علي. حسين خذ أفضل لاعب 3 مباريات، نزل فيديو وانتشر وصارت فيها كلام ورد مشكورا تفاعل بشكل سريع نائب رئيس لجنة التسويق في خليجي 23 عبد الله الجيران اللي اتصلنا فيه هاتفيا وشرح الموضوع لي، وايضا ارسل لنا فيديو خاص. شكرا حسين علي وشكرا للجهاز الفني، شكرا للاداره انه وافقوا له انه يصور، وشكرا سلام شاكر اللي قدر انه يكلم اللاعب صغير ما نبي نحط عليه ضغط، القضيه ما نبيها تكبر لانها منتهيه ما في شيء. شكر اللجنه المنظمه قالوا لا ما حصل. تشوفون الفيديو 13 ثانيه هو، اذا جاهز مخرجنا عطنا الفيديو بس خلينا نعلق عليه عشان ننهي المشكله هذه بشكل تام، نقطع الشك باليقين. بالنسبة للجائزة اللي استلمتها وبخصوص الفيديو اللي نزل قبل لا استلم الجائزة طبعا بساعات، والحمد لله أنا استلمت الجائزة. وشكر للجنة المنظمة وشكرا للناس المعنيين. مشكلة شكر اللجنة المنظمة وشكر الفيديو الأول اللي ظهر ويصوره هو المنسق الإعلامي، وقال كل هاي كذب، إنه مو إنه ما عطوه، إنه قال كذب ما شفت يعني هل هو آيفون، هل هو فلوس، هل هو اللي يكون، ولكن هي شركة راعية، فالشركة الراعية تسلم الاتحاد بعدين يسلمونه، ما كان يعرف ان القوانين بعد الجزء الثاني. فانتهت المشكلة، سكروها يا جماعة. وراه مباراة مهمة سلام. اكيد هو موقف احنا نقول للمزح. اي صح. يقول انه مثلا منسق صار باتصالات المنسق الاعلامي جاء المزح يمزح معاه يقول له ها قد حصلت وما اعرف ايش، فهو قال والله بعد ما نستلم، وصحيح هو انا كلمت اللاعب وقال انا ما نستلم لحد. بس هم يسلمونه بس بعد ساعات استلم الفلوس، ومشكور هم يدز لنا الفيديو ووضح الجماهير والناس المعنيه، لانه نزل اكثر من فيديو عليه يتكلمون انه شلون يتكلم، واحنا سلمناه، فصار سوء تفاهم بيناتهم، والحمد لله والشكر توضحت الامور. اظن انتهت الحمد لله. هي عنده مباراه ولازم الوقت وهذا اللجنه منظمه وغيره. شكرا عبد الله الجيران، شكرا من القلب على تفاعلك. خلينا نشوف